السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده النهاردة. الفيديو بتاع النهاردة هيكون فيه كلام كتير، يعني احنا هنتكلم كتير. من عنوان الفيديو اهم 10 حاجات انت محتاجها قبل دخول الدراسة ايا كان المرحلة العمرية اللي انت فيها، سواء كنا لسه قبل المدارس اللي هي البري سكول، ابتدائي، اعدادي، ثانوي، او حتى في الجامعة. هل انا اقدر اقول لكم على كل حاجة انتم محتاجينها؟ لا، مستحيل ان انا اقول لكم على كل حاجة انتم محتاجينها. هل كل حاجة انا هقولها هتكون هي المهمة ولازم نجيبها؟ لا، برضو مش كل حاجة انا هقولها لازم تكون مهمة ولازم نجيبها. في حاجات انا شايفة ان هي مهمة، غيري ممكن شايفة ان هي مش مهمة. طب ايه لازمة الفيديو اللي انت عاملاه النهاردة؟ لازمة الفيديو ان انا هقترح عليكم حاجات من وجهة نظري تكون كويسة ومناسبة، وشوف انت بعد ما تتفرج على الفيديو للاخر شوف الانسب ليك ايه، ايا كان المرحلة العمرية اللي انت فيها، ايا كان سنك، شوف الانسب ليك. قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش لايك، شير، كومنت، سبسكرايب لليوتيوب شانل، ودوسوا على جرس الاشعارات. مبدئيا انا اتسالت في كومنتات كتير جدا جدا جدا: لبنى انا داخله ابتدائي قولي لي اعمل ايه، انا في ثالثه ابتدائي اعمل ايه، سته ابتدائي اعمل ايه، لبنى انا في اعدادي هنعمل ايه، نجيب ايه، نشتري ايه، ايه هي الادوات المدرسيه اللي احنا محتاجينها، ايه الحاجات اللي احنا لازم نشتريها. مفيش حاجه لازم، اللي انت تقدر عليه اشتريه. انا النهارده هحاول اقترح عليكم حاجات، واكيد هم هيكونوا اكتر من 10. انا بس كتبت 10، مش عارفه، حسيت ان 10 دي دايما لما حد بيقول على حاجه مهمه يقول لك اهم 10 حاجات، اهم 10 حاجات، اكتر 10 حاجات، اختار 10 حاجات كده يعني. فحسيت ان انا لو قلت على اهم 10 حاجات فهتشوفوا الفيديو. المهم طبعا هم هيكونوا اكتر من 10. هبدا باول مرحله وهي البري سكول او مرحله ما قبل المدارس، والمرحله اللي بيكون فيها الاطفال صغيرين زي سن 3 سنين واحيانا اقل. على فكره انا شخصيا حاليا بكلمكم من تجربتي انا الشخصيه، عشان انا دلوقتي ابني داخل البري سكول وهوديه الحضانه، فايه المطلوب او ايه اللي ممكن نعمله؟ طبعا اهم حاجه هي الشنطه. بالنسبه للعمر الصغير مش هيكون مهم قوي الماركه والخامه، هي حاجه هتلم الدنيا كلها بتاعته في شنطه واحده. هنحتاج زمزميه طبعا، هنحتاج لانش بوكس، ولو شفتوا الفيديو هتبقوا عارفين اللانش بوكس دول والزمزميه دول. وفي ناس كمان بتحب تجيب لانش باج، وانا بصراحه مش بحب اللانش باج للاطفال الصغيرين، لان هي انا بالنسبه لي لو جبت لانش باج يبقى هحط الاكل وكده هظبطه، مش لازم احط لانش بوكس. لا، احنا بنجيب شنطه عاديه خالص ممكن تنفعنا للسنه اللي بعدها حتى. فهنحتاج في البري سكول لانش بوكس، زمزميه، شنطه او لانش باج على حسب اختيارك. تاني مرحلة معانا وهي مرحلة الحضانة أو KG1 و KG2. المرحلة دي هناخد نفس اللي فات، الشنطة واللانش بوكس والزمزمية، وهنزود عليهم مقلمة صغيرة هيتحط فيها شوية حاجات بسيطة زي الأقلام الرصاص، ويفضل إن هي تكون أقلام رصاص عادية، عشان الأقلام الرصاص العادية طبعا هي اللي هتبقى مناسبة في السن دوت، سن الحضانة. أكيد هيحتاجوا أستيكة، بس مش لازم تكون كل الأستيكات دي، ممكن يحتاجوا أستيكة صغيرة خالص، أو حتى الأستيكة اللي بتكون ملونه كده، او اشكال بتبقى حلوه قوي تفتح نفسهم على المذاكره اصلا، ان هم يتقبلوا فكره ان هم يذاكروا ويدرسوا ويكتبوا بالقلم. هتبقى حاجات لطيفه لو نجيب لهم حاجات زي دي. كمان دلوقتي المدارس بقت بتطلب دايما سبلايز، او بتبعت ورقه بالطلبات والسبلايز اللي هي محتاجاها، فاكيد ده برضو هيساعدكم ايه اللي ممكن تجيبوه قبل بدايه الدراسه. انا بس بحاول قدر الامكان ان انا اقول لك على الحاجات اللي قبل ما تخش عليك المدرسه انك تجيبها. السبلايز طبعا بيكون داخل فيها الوان خشب، فوم، ستيكرز، داخل فيها كمان القص واللزق، مقصات، وطبعا المقصات في الاطفال بتكون مقصات بلاستيك، ما بتكونش مقصات معدن، وحاجات تانية كتير بتكون تبع الكرافتس والانشطه فده كده كاقتراح انك ممكن تبدا تجيب الحاجات دي، او ممكن تبداي تجيبي الحاجات دي لو عندك اطفال او لو عندك اخوات صغيرين، تبداوا تجيبوا الحاجات دي لان كده كده هتطلب مننا. ثالث مرحله وهم بقى الابتدائي، نفس اللي فات بالظبط، وهنزود عليهم شويه حاجات كمان. طبعا في ابتدائي هيكونوا عارفين ايه هي الالوان اللي هم محتاجينها، سواء الوان فلوماستر او الوان خشب. هنحتاج اقلام رصاص، ممكن نستخدم اقلام رصاص عاديه او اقلام رصاص الميكانيكال او الاقلام رصاص السكرو، بتيجي بالشكل ده، بتكون كده اهوت، بيكون ليها طبعا سنون، فهنحتاج السنون، وكمان هنحتاج القلم السكرو نفسه. كمان في مرحله ابتدائي شويه بيبداوا يكتبوا بالاقلام الجاف، فهنحتاج اقلام جاف، وممكن كمان نحتاج اقلام جاف ملونه للناس اللي بتحب تنظم
تنظم الكشكول بتاعها وتكتب بقى عناوين وحاجات من دي، هيفيدكم الموضوع ده جدا. انا شخصيا بحب استخدم الاقلام اللي سنها رفيع، لو انتم متابعيني وعارفين هتلاقوا ان كل الاقلام بتاعتي بحبها تكون رفيعه والسن بتاعها رفيع. بس طبعا اختيار السنون ديت بيفرق معاك انت وعلى حسب استخدامك. بالنسبه للاطفال اللي لسه في ابتدائي فانا انصحكم ان انتوا تستخدموا اقلام سنها تخين، يعني زي 7 من 10 او 1 ملي، عشان يبدا الخط بتاعك يبقى كويس ويتحسن. وبعدين لما تكبر وتبدا تكتب كويس جدا ممكن تستخدم الاقلام اللي سنها رفيع. كمان هنزود في المقلمه بعد الاقلام الجاف هنزود المساطر، وانا من وجهه نظري ان احنا نختار مساطر تكون فلكسبل، سواء الفلكسبل بتاعها يعني هي مرنه بس جامده شويه، او فلكسبل خالص كده عشان ما تتكسرش مننا. فانا شايفه ان دول اوبشنز كويسين للابتدائي. ممكن يستخدموا مساطر صغيره بلاستيك عاديه اللي هي الجامده، بس في الاغلب بتتكسر من الاطفال الصغيرين، بيبقوا لسه مش عارفين يستخدموها ازاي. كتير كان بيجي لي في الكومنتس احنا في ابتدائي ومش عارفين نستخدم الكوريكتور. انا من وجهه نظري الكوريكتور مش مناسب خالص للمرحله دي، بس لو انتوا حابين تستخدموه لازم تتعلموا ازاي تستخدموا الكوريكتور. وانا من وجهه نظري كلبنى شايفه ان الكوريكشن تاب او الكوريكتور الشريط هو انسب حل للموضوع ده. يعني انك تستخدم الكوريكتور الشريط ده هيكون احسن ليك. تتعلم ازاي تستخدمه، قولوا لي في الكومنتس لو انتوا حابين اعلمكم ازاي تستخدموه خطوه بخطوه وبالراحه خالص عشان ما تغلطوش. وفي ناس كتير بتشتكي ان الشريط بيفلت منها ومش عارف ايه، طب نركبه ولا خلاص كده ضاع علينا؟ هقول لكم على كل حاجه، بس لو انتوا حابين قولوا لي في الكومنتس اعمل لكم فيديو مخصوص خالص بالنسبه للكوريكتور الشريط. في المرحله دي في حاجه مهمه جدا من اول مرحله الابتدائي، وهي الالات الحاسبه. على حسب المدرسه وعلى حسب المدرسين اللي هيقولوا لك انت محتاج آلة حاسبه عامله ازاي، لان انا ما اقدرش انا من مكاني هنا اقول لك ايه الآلة الحاسبه المناسبه ليك. فانت بعد ما تدخل المدرسه وتبدا تتكلم مع المدرسين وتعرف المنهج بتاعك هتعرف ايه هي الآلة الحاسبه المناسبه ليك. رابع مرحله وهي مرحله الاعدادي، برضو هنزود فوق كل اللي فات دول شويه حاجات برضو تخص المرحله دي، زي اننا هنبدا نزود اقلام جل، وكمان ممكن نزود الستيكي نوتس. وبمناسبه الستيكي نوتس بصوا انا حطيت تارجت لنفسي 200,000 على اليوتيوب، يا رب نوصل له. بفكر الزقها ورايا، هتبان مش هتبان؟ نخليها هنا، اوكي خليها هنا كده، اوكي. زي ما قلت لكم قبل كده في فيديو ايه لازمه الستيكي نوتس، ده احد الاهداف اللي انا عايزه احققها، فدايما حطها قدامي عشان اقدر اوصل لها على طول، اشتغل عليها على طول. عشان في ناس كتير كانت شايفه ان الستيكي نوتس دي ملهاش لازمه. من وجهه نظري برضو في مرحله اعدادي انت ممكن تحتاج لنوتس، ممكن تكون نوت في نفس الحجم دوت، او ممكن تكون اصغر من كده هتسجل فيها كل حاجه انت محتاج تعملها. بالنسبه للمرحله بتاعت اعدادي كان جالي في المسجات وفي الكومنتس كمان ان هم بيستخدموا التابس في الدراسه وفي الامتحانات. انا كلبنى شايفه ان لو انتوا فعلا بتستخدموا التابس في الامتحانات او المذاكره فانت هتحتاج قلم مهم جدا. القلم دوت بيكون عباره عن ناحيتين، قلم جاف عادي والناحيه الثانيه بيكون عباره عن كاوتش كده بينفع ان هو تاتش للتاب. ده هيساعدك جدا انك تستخدم التاب بسهوله، وكمان هيكون جنبك مثلا الكراسه بتاعتك او النوته بتاعتك بتكتب ملاحظاتك، فمش هتحتاج انك تتشتت، انت معاك حاجه واحده بتعمل الحاجتين. كنت اتكلمت عليه كتير قبل كده، والسنه اللي فاتت كمان كان من ماركه برافو كان كويس جدا. كمان في مرحله اعدادي بنبدا ان احنا يطلب مننا على حسب ما انا فاكره، يا رب يكون بس الوضع كده دلوقتي، بيطلب مننا الطقم الهندسي. الطقم الهندسي ده بيكون شامل برجل، منقله، مثلث، مسطره، واحيانا يعني لو هو كريم قوي بيكون برايه واستيكه زي الطقم دوت، هبقى اعمل لكم ريفيو عنه لوحده. بس الفكره ان انت لازم يكون معاك طقم زي دوت. ولعلمكم بيكون في انواع للبراجل، يعني في برجل بيكون قلم رصاص زي اللي موجود معايا دلوقتي، وفي برجل بيكون سنون. وانا كلبنى بصراحه بفضل الاقلام الرصاص العاديه اللي بتتركب، مش بحب السنون معرفش ليه، بس عادي الاثنين كويسين جدا والاثنين بيشتغلوا كويس جدا، يعني على حسب انت بتحب ايه وبتستريح في ايه. وممكن كمان تعرف ايه يعني ايه لازمه الموضوع اكتر لما تبدا تسال وتدخل في الدراسه. ممكن تسال المدرسين بتوعك ايه احسن ايه افضل، هتلاقي الاجابه برضو اكتر مني واحسن مني، لان انا بطلت ان انا استخدم الحاجات دي دلوقتي. خامس
خامس مرحلة وهي المرحلة المهمة في حياة أي طالب، وهي مرحلة الثانوية العامة. بالإضافة للي فات كله نقدر إن احنا نزود حاجات جديدة. طيب بالنسبة للثانوية العامة في إيه ممكن يزيد، في إيه ممكن نضيفه على اللي فات؟ لأن أكيد من اللي فات أنت هتحتاج وهتعرف تظبط دنيتك، هتشوف تحط خلاص أنا هحتاج 1 2 3، هحتاج أستيكة، هحتاج مسطرة، هحتاج أقلام جاف، هحتاج أقلام رصاص، هظبط الدنيا. طيب هل في حاجة زيادة؟ أول حاجة وأهم حاجة في مرحلة الثانوية العامة إنك تبقى عارف الآلة الحاسبة بتاعتك اللي أنت هتستخدمها، خصوصا الآلات الحاسبة الساينتفك. اشهر ماركه للالات الحاسبه الساينتفك هي ماركه كاسيو. حاليا ماركه كاسيو غاليه قوي في مصر، فانا لقيت لكم بدايل، فقولوا لي برده في الكومنتس لو انتوا حابين ان انا اكلمكم عن البدايل ديت. هعمل لكم فيديو مخصوص خالص لكل الالات الحاسبه، وبرده هحاول اظبط الدنيا عشان اقول لكم كل مرحله عمريه ممكن تحتاج انهي آلة حاسبه في الالات الحاسبه الكاسيو، وطبعا البدايل بتاعتها اللي هتكون ارخص. انا شايفه من وجهه نظري ان انت جنب كل اللي فات دوت هتحتاج فايل او حوافظ او بورتفوليو، اللي هو بيكون حافظه مليانه شيتس جاهزه كده تحط فيها الورق بتاعك، عشان انت هيكون عندك امتحانات كتير، كويز زي ما بتسموها، الكويز الصغير دوت اللي بيكون في كل حصه في الدروس او في المدرسه. هيكون عندك ورق كتير، مش عايزين نبعتر الدنيا، احنا عايزين نرتب دنيتنا، نخلي دنيتنا مترتبه اكتر. فممكن تجيب البورتفوليو دوت او الحوافظ الجاهزه دي وتحط فيها الورق بتاعك. ممكن تحتاج فايلز او حوافظ بتبقى بتتحط فيها ورقه واحده وبتكون بكبسوله او بسوسته، برضو دي محتاجه فيديو لوحدها بصراحه، بس انا بقترحها عليك عشان او عليكي عشان تقدر تساعدك في تنظيم دنيتك اكتر. مش لازم يكون عندك مكتب، حتى لو انت بتحط في درج حاجتك تبقى كل حاجه منظمه، كل حاجه محطوطه في مكانها، والدنيا تبقى اروق عشان السنه تعدي علينا على خير. اخر مرحله وهي مرحله الجامعه. هل يا لبنى هناخد من اللي فات برضو حاجات ونزود؟ طبعا. ايه المشكله؟ في ناس كتير في الجامعه بتستخدم شنطه عادي، مش لازم ان انت تشيل الحاجه في ايدك، او ان انت اصلا انا برمي الحاجه ما ببقاش بستخدم الكلام ده بقراه في الكومنتس، بس بزعل بصراحه. يعني انا كلبنى بزعل، مش بحب كده. انت المفروض عشان تنجح، عشان توصل لحاجه انت عاوزها، اول حاجه، ودي انا متعلمها متاخر وبقولها لكم دلوقتي ببلاش، يعني بعد تعليم سنين وخبره سنين، ان انت لو ما نظمتش دنيتك، لو ما فكرتش، لو ما كتبتش كل حاجه انت محتاجها، لو ما روقتش على الاقل المكان اللي انت هتشتغل فيه او هتذاكر فيه، الموضوع هيفرق معاك وهترجع تزعل، هتقول يا ريتني كنت وصلت للمكان المعين ده، او يا ريتني كنت اشتغلت على نفسي في الحاجه دي. فمن وجهه نظري ان انت كل اللي فات ده اختار المناسب ليك فيه. محتاج شنطه، هات شنطه. محتاج لانش بوكس، هات لانش بوكس. ايه المشكله؟ في ناس بتبقى قاعده في محاضرات من اول اليوم لاخره. انا شخصيا كان احيانا بيبقى عندي محاضرات من الساعه 9 الصبح للساعه 8 بالليل، وانا كنت كليه تجاره. هي تجاره انجلش، بس عادي كنا بنقعد كل الساعات دي. ايه المشكله انك يكون معاك وجبه او 2 وتجيبهم وتحطهم في لانش بوكس؟ مش عيب، بل بالعكس، ده انت هتكون كول جدا، صدقني والله هتكون اروش واحد في الشله. المهم في مرحله الجامعه من وجهه نظري اهم حاجه لازم تجيبها هي الكشكول او النوت الفواصل. لازم من اول معاك من اول 3 فاصل لحد 12 فاصل تقدر ان انت تجيب اي حاجه من ديت. شوف انت احتياجك ايه، المواد اللي عندك ايه. انت برضو قبل ما تخش الجامعه لو عايز مقترح مني هات ال5 فاصل، يعني خير الامور الوسط. ما تجيبش 12 نشطح قوي كده، ولا تجيب 3 ان هي صغيره قوي. ممكن 5 فاصل او 7 فاصل هيكونوا كويسين، وتبدا ديت اللي هتسجل فيها كل المحاضرات. انت معاك كشكول واحد هتروح بيه الجامعه بتسجل فيه كل حاجه بقى، هو كله بس هي متقسمه. انت مقسم ان دي ماده كذا ودي ماده كذا ودي ماده كذا. ولما ترجع بقى انت عندك بقى حياتك، عندك كشاكيلك التانية، او لو انت عادي بتحب تذاكر في نفس الكشكول مفيش مشكله. انا بصراحه كنت من النوع دوت، ما كنتش بزود، يعني عادي هو نفس الكشكول بذاكر فيه. انا ده رايي، اهم حاجه الكشكول الفواصل. كمان الستيكي نوت هتسهل عليكم حاجات كتير. الهايلايتر عشان انا نسيته بصراحه، وعارفه ان الناس لو وصلوا يا رب يكونوا وصلوا للفيديو لحد هنا. الهايلايتر هتحتاجوه من اول الاعدادي، انا نسيته بصراحه، يعني احنا بنتكلم بس انا نسيته، حاطاه قدامي بس انا نسيته. الهايلايتر هيساعدك كتير في المذاكره. في ناس ما بتحتاجوش في اعدادي، في ناس ما بتحتاجوش في ثانوي، بس صدقني في الجامعه هيفرق معاك، صدقني هيفرق معاك، لان انت
مفيش حد هيقول لك ذاكر، ومفيش حد هيقول لك الامتحان هيجي من ايه. انت لازم انت اللي تطلع كل حاجه. عشان تطلع كل حاجه والدنيا والحياه تبقى سهله عليك في الكتب، استخدم الهايلايتر، صدقني هيبقى مفيد جدا. غالبا مش هتحتاج الوان خشب او الوان فلوماستر الا اذا ان الكليه بتاعتك يعني كليه تربيه نوعيه، فنون جميله، تربيه فنيه، ايا كان التخصص بتاعك ممكن تحتاج فيه فعلا الالوان. فده بقى وضع تاني ووضع خاص. انا مش هقدر ان انا اقول لك ايه اللي انت لازم تجيبه، لان دي حاجه خاصه بالكليه نفسها، وانا ما دخلتش الكليه دي، وبصراحه ما اعرفش حد. يعني لو عرفت حد دخل الكليه دي هقول لكم ايه اللي انت ممكن تحتاجوه فيها. بس بشكل عام هتكون طبعا محتاج اقلام، جاف، جل، حبر، على حسب انت بتحب تستخدم ايه، تيكي نوتس، مسطره لو انت بتحب تنظم، مش عايز مش مشكله، مش هتفرق قوي، مقلمه نلم الدنيا دي كلها فيها. واي حاجه من اللي فاتوا انت شايف ان انت محتاجها خدها، جيبها، حطها معاك، خليها في الخطه بتاعتك السنه دي، عشان تكون من اهم الحاجات اللي انت محتاجها قبل دخول الدراسه. اني اقول لك انت محتاج ايه بالظبط صعب جدا، بس انا حاولت افكركم باغلب الحاجات المهمه اللي ممكن تشتروها. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا، ولو انا نسيت حاجه فوتت حاجه قولوا لي في الكومنتس. لو عندكم اي اقتراحات تانية، حاجات فعلا تفيدنا وتنفعنا قبل دخول الدراسه، قولوا لي عليها. ما تنسوش تعملوا لايك، شير، كومنت، سبسكرايب لليوتيوب شانل، وتدوسوا على جرس الاشعارات. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير وريفيوهات تانية اكتر. باي باي. يا رب نوصل 200,000 يا رب.